تخيلي انك انت تسيبي مدينتك ومدرستك وانت صغيرة علشان تحققي حلمك، لكن ما بتعرفيش وبترجعي مدينتك تاني وبيفتكرك حبك الاول، لكن بتبقى شخصيته متغيرة. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي هنتكلم على مسلسل نايس جاي. بيبدأ المسلسل مع سيوك تشول وهو مضروب وبينزف، وبتبقى الناس مستغربة من شكله وبتستناه حبيبته بيونج، وبيوصل وبياخدها عشان يمشوا ويهربوا. وبيبقى سيوك تشول طالع للأتوبيس وواحد بيطعنه بسكينة، وميونج بتبقى قلقانة عليه وبتصرخ. وبنرجع عليها بأيام بنشوف سيوك تشول في مدرسة الشعر وبيقرا قصيدة هو مألفها، وبتبقى رومانسية بس فيها دموية شوية في القصيدة، والكل بيبقى قلقان عشان شايفها مختلفة. ومدرس الشعر بعد ما بتخلص الحصة بيتكلم مع طالبة وبيعرفها ان اسلوبه مختلف علشان هو بلطجي ورئيس عصابة. بنشوف ميونج وهي رايحة تقدم على وظيفة في المدرسة وانها تشتغل مدرسة موسيقى هناك، وبيروح سيوك تشول لبيتهم بعد ما رئيسه اتصل بيه من الشغل وعرفوا ان هو موجود في بيته عشان باباه بيحل مشكلة معاهم ما بين الضباط والعصابات اللي موجودة. وبتكون المشكلة ما بين عصابتين واتخانقوا مع بعض، والشرطة وهي بتتدخل ضربوهم. وبيحل أبو سيوك تشول المشكلة، وبيجي رؤساء العصابة بيتأسفوا لبعض وهما بيسمعوا كلامه، فبنعرف إن أبو سيوك تشول هو اللي كان رئيس العصابة القديم. وميونج بتكون بتعزف على البيانو وبتشوفها المدرسة وبتقبل في الوظيفة. وفي بيت سيوك تشول بعد ما المشكلة بتخلص بتمشي الشرطة وزعماء العصابة، وبيروح سيوك تشول عشان يودي الأكل لأخته، وبتكون أخته قاعدة مع حبيبها وهو صاحب سيوك تشول. وبيروح سوكو تشول المستشفى وبيشوف ميونج، ودي البنت اللي كان بيحبها ايام المدرسة، وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، وبيعرف ان هي بتغني وعندها قناة على اليوتيوب. وبيمشي سوكو تشول وبيفضل يسمع اغاني ميونج وبيفتكر ايام المدرسة لما كانت بتغني له، وبالليل بيسمعها وبيوريها لابن اخته، وبتكون اخته هربانة من البيت. وتاني يوم بتتقابل سوكي مع ميونج اخت سوكو تشول، وبتستلف منها فلوس عشان تعالج مامتها. بتروح ميونج لتجربة أداء لكن ما بتعرفش تغني، وبتعرف المخرج إن هي ما بتعرفش تغني قدام جمهور. وبيروح تسوق علشان يتكلم مع أخته وياخد منها رقم ميونج، فأخته بتقوله إن هي خدت رقمه. وبتكلموا ميونج وبيتقابلوا مع بعض وبيتكلموا عن هي إزاي مشيت ونقلت من غير ما تقوله، وبيفتكروا أيامهم مع بعض وبيبان عليهم علامات إعجابهم ببعض. وبيروحوا مع بعض عند المستشفى وبيتعرف سيوك على مامة ميونج، وبتروح ميونج المستشفى وبتغني فيها بعد ما شجعها سيوك انها تغني لوحدها ومن غير ما تخاف من الجمهور. فبتغني ميونج في المستشفى بعد ما سيوك شجعها. في المستشفى عند سوكي بتشوف صاحبة أختها الهربانة وبتروح تسألها عن أختها، لكن صاحبة أختها بترفض إن هي تقول مكانها. فبتتصل تسوكي بتسوك وبتعرفوا اللي حصل، فبيروح لها تسوك وبيروحوا يراقبوا صاحبة أختهم علشان يدوروا على أختهم. وبتبقى موجودة في نادي قمار وبيدخلوا المكان وبيشوفوا أختهم، وسوكي بتحاول تاخد أختها فبتوقفهم صاحبة النادي، وبتحاول أختهم إن هي تفرق ما بينهم علشان ما يحصلش مشاكل، لكن سوكي وتسوك بيتخانقوا مع بعض وبيتخانقوا مع صاحبة النادي. وبعد كده بيضرب رجالتها، وبتكون تسوكي بتتخانق مع صاحبة النادي وصاحبة النادي ماسكة تسوكي من شعرها، فبتروح أختها وبتضربها في دماغها وبيغمى على صاحبة النادي. وبيهرب سيوك هو واخواته وبيركبوا العربية وبيمشوا. وبتروح أختهم تقعد عند سوكي عشان مش حابة تروح عند بيتها وباباها يضربها. وتاني يوم بتتكلم يونج مع تسوك وبيتفقوا إن هما يتقابلوا مع بعض، وبيروح تسوك يفطر مع ابن أخته وبيقولوا إنه هيرجع مامته قريب. وفي بيت سوكي بتقعد تفطر مع أختها وبترن عليها صاحبة النادي فبتهددها، وسوكي بتشتمها وبتقفل السكة في وشها. وسيوك بيروح على شغله وبيكون رئيسه طالب منه انه يخرج الناس من بيوتها عشان هيهدوها ويعملوا مكانها شركات، وده مقابل ان هيبقى اخر شغل معاه لان سيوك طلب منه الاستقالة. وبيكون تاي هون بيسخن رئيس المتظاهرين، وده بيبقى رئيس عصابة شغال ضد رئيس سيوك. والسيوك بيحاول يتفاهم مع رئيس المتظاهرين، لكن رئيس المتظاهرين بيسيبه ويمشي وبيبقى مش عايز يتفاهم معاه وبيهزقه. وفي المستشفى عند سوكي بتروح لحبيبها، وفي الوقت ده بتدخل مرات صاحب المستشفى وبتبقى جايبة بنتها عشان تتعرف على حبيب سوكي لأن بنتها معجبة بيه. فبتسأله هو مرتبط ولا لأ فبينكر، ووقتها سوكي بتتضايق منه. وبالليل بيكون زعيم المتظاهرين بيهدد انه هيولع في نفسه، لكن بيوقف اللي بيعمله لما بيشوف بنته. وبعد كده الوضع بيهدى، وبيقرر سيوك يدخل بيت الراجل ويتكلم مع رئيس المتظاهرين وبيتخانق معاه وبيقعدوا يضربوا في بعض. وضابط الشرطة بيشوف رئيس سيوك وبيقعد يلومه، وفي الوقت ده بيتخانقوا مع بعض. ورئيس المتظاهرين بيوقع الشمع في البيت وبيتحرق، وسيوك بيروح ينقذه والصحفيين بيصوروه. بيروح سيوك تاني يوم رئيس المتظاهرين في المستشفى وبيعرفوا انه هيستقيل من شغل البلطجة بس بشرط انه لازم ياخد البيوت وهيديله تعويض هو واللي معاه. ورئيس المتظاهرين بيقتنع بكلامه وبتنجح الصفقة، والرئيس سيوك بيديله مكافأة. وبيعرف تاي هون الكلام ده وبيتضايق. في الوقت ده والد سيوك بيروح البنك علشان يخفض الدين بتاعه ويحاول يأجل دفعة، لكن صاحب البنك بيرفض. وبتروح ميونج عشان تقدم على شغل في كازينو بالليل عشان تغني فيه، وبيشوفها تاي هون وبيقولها ان تجربة الأداء في المسرح
وبيقابل سيوك والده عند رئيس العصابة وبيعرف انه عاوز يستلف منه فلوس، وبيتعصب سيوك وبيقوله ان هو السبب في ان كل مرة يستلف فلوس، وبعد كده بيضطر انه يشتغل عند رئيس العصابة من تاني. وبيمشي سيوك وهو متعصب وبيفتكر لما طلع من المدرسة واشتغل عند رئيس العصابة عشان يسد دين ابوه لما كان في السجن. وسوكي بتروح لبيتها وهي زعلانة وبتحكي لاختها اللي حصل من حبيبها، فاختها بتقعد تشتم فيه وبتنصحها ان هي ما تكملش معاه. وتاني يوم والدة سيوك بتتكلم معاه وبتطمن عليه لانه بات بره لاول مرة. بيطمنها سيوك وبيروح سيوك لرئيسه وبيسأل ان ابوه طلب منه فلوس قد ايه، لكن بيتهرب من الكلام. وبتروح اخت سيوك الكبيرة علشان تشوف ابنها وهو مع جدته، وبيشوفها ابنها وبيجري وراها وهي بتجري لحد ما بيلاقيها، فبتسلم عليه وبتعرفه ان هي هتبقى تشوفه على طول، لكن بشرط انه ما يقولش لحد انه شافها. وسيوك بيروح يتكلم مع رئيسه وبيبقى عاوز ياخد منه 10 مليون دي من رئيسه، ورئيسه بيتصدم من المبلغ. وفي المستشفى حبيب سوكي بيحاول يصالحها لكن هي بتسيبه وبتمشي. ورئيس نادي القمار بتروح على المستشفى عشان تاخد صاحبة اخت سيوك، وسوكي بتشوفها وبتحاول توقفها هي ورجالتها. وفي راجل بيضرب حبيب سوكي فبتروح سوكي تضربهم وبتجيب لهم الامن وبيطلعوهم بره، وبعد الخناقه بيصالحها حبيبها. وبيقعد تايهون يفتكر لما في جنازه اخته، وبيروح سوك عشان يعزيه وبيتكلم معاه وبيقول له ان رئيسه جاي عشان يعزيه، لكن تايهون بيروح ويهزقه عشان مرضاش يديله فلوس عشان عمليه اخته، وبيضربه وبيطردهم بره. وبيروح سيوك علشان يواسيه تاني، وبنرجع لسيوك لما رئيسه بيكلمه وبيقوله انه وافق يديله الفلوس. وميونج بتروح تعمل تجربة أداء في الكازينو وبتغني، لكن رئيس الكازينو بيوقفها وبيقولها ان هي مرفوضة، وبتروح تسأله بعد ما بتخلص، وبنعرف ان هو عاوز رشوة عشان يشغلها. وتاني يوم بتحكي ميونج لسيوك اللي حصل، وبيروح سيوك تشور عشان يهدد صاحب الكازينو، وبيعرفه ان هو بيشتغل مع رؤساء عصابة وبيجبره انه يشغل ميونج. وبيبلغ مساعد صاحب الكازينو ميونج ان هي اشتغلت معاهم. وتاني يوم بيتكلم سيوك مع صاحبه وبيعرفهم ان هو ارتبط بميونج اللي كانت معاه في الثانويه، وبيقول لحبيب سوكي اخته ما يقولهاش. وبتتصل بيه ميونج وبتعزمه على الكازينو عشان يشوفها وهي بتغني. وبيروح سيوك، وفي الوقت ده بيروح البوليس لمقر رئيس العصابه اللي بيشتغل فيه سيوك، والشرطة بتفتش المكان وبيقبضوا على أفراد العصابة ومنهم رئيس العصابة. ورئيس العصابة بيرن تاني على سيوك وبيقوله إنه هو في القسم ويروح يلحقه، فبيسيب سيوك الكازينو وبيوصل تايهون للكازينو وبيشوف ميونج وهي بتغني وبيعجب بيها.